القطاع الثاني هو اللي إنتاج الحليب، يعني فيه خواص اللي راهم اليوم مضاو يعني مع شريك صيني لبناء مشروع لإنتاج الحليب بالغبر، مشروع لإنتاج الحليب بالغبر، مشروع لإنتاج الحليب بالغبر. نعم متابعينا الكرام، كما استمعتم كان هذا وزير الصناعة في حضيرة الجزائر بعد الاتفاقية أو مذكرة التفاهم المهمة التي وقعها عبد المجيد حشكم مع الرئيس الصيني والمتعلقة بالحيوانات كما تشاهدون أمامكم على الشاشة. الآن وزير الصناعة الجزائري يخرج في تصريح قوي ويعلن عن مشروع القرن ما بين حضيرة الجزائر والصين، وكما سمعتم ليست متعلقة بالطاقة النووية، بصناعة الطائرات، بصناعة السيارات، بصناعة السفن، بالذكاء الاصطناعي، بالروبوتات، لا، متعلقة بإنتاج الحليب بالغبرة. عبد المجيد حشكم غادي يحتل الصين قطع البحورة والأجواء والقارات باش يطلب من الصين أنها دير ليه مصنع لإنتاج الحليب بالغبرة. وفاش كنقولوا للبصبعيين الفقاقير الكراغيري او دي نتوما الحليب وما قدرتوش عليه، الحليب اللي هي مادة بسيطة اللي من المفترض أنها متوفرة في أفقر الدول، انتوما ما قدرتوش عليها، غاديين حتى للصين باش تطلبوا منهم يعاونوكم في هذه الكارثه ديال الحليب. بطبيعه الحال متابعينا الكرام، الطوابير ديال الحليب اللي كنشوفها في حضيره الجزائر هي تلخص لنا الواقع ديال الحضيره ونظام الحضيره اللي ما قدرش على انه يوفر ابسط شروط العيش، ابسط المواد الغذائيه لسكان حضيره الجزائر. وكيخرج وزير الصناعه، هذا وزير صناعة في حضيرة الجزائر، ليعلن على هذا المشروع الضخم، ليس لصناعة الطائرات ولا السيارات ولا هم يحزنون، بل لإنتاج الحليب الغبرة. الصين غادي يستوردوا الحليب الغبرة من الصين، وهذا إنجاز بطبيعة الحال غير مسبوق في تاريخ حضيرة الجزائر. فاقد الشيء متابعينا الكرام لا يعطي. أراكم في فيديو قادم.